الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على الحبيب النبي وآله وأصحابه أجمعين صلى الله عليه وسلم. ليس غريب أن يرزقنا الله عز وجل بالبشريات وبالرؤى المبشرة بالنصر، وهو الذي قال في كتابه: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. رؤيا بأمر الله صادقة قوية واضحة بنصر الله عز وجل، رؤيا فيها النبي صلى الله عليه وسلم بنفس وصفه كما في السيرة وكما في السنة الصحيحة. يقول صاحب المنام: رأيت نفسي على طرف جزيرة صغيرة، ويوجد في وسط الجزيرة 3 نخلات، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستظل بظلهن، ويوجد أسفل ال3 نخلات بساط من العشب الأخضر ليس منتشر في مساحة الجزيرة كلها، وإنما أسفل النخلات ال3 ومحيطها فقط. فور وقوع عيني عليه علمت يقينا أنه النبي صلى الله عليه وسلم، لأني رأيته في رؤيا سابقة في سن أصغر. أخذت بضع خطوات باتجاه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما انتصفت المسافة بيني وبينه قام النبي ومشى باتجاهي، وكان يبدو على ملامح وجهه الأسى مع الحزن. فلما أصبح كتف النبي صلى الله عليه وسلم الأيسر عند كتف الأيمن، جاءني خاطرة أن أتبع النبي، فمشى النبي فمشيت خلفه حتى وصلنا عند طرف الجزيرة، فوجدت قارب صغير عليه مجدافين. فلما وقفنا أمام القارب أشار لي النبي صلى الله عليه وسلم أن وجهتنا بيت المقدس، وانتهت الرؤيا. أولا، أحداث الرؤيا كلها أين وقعت؟ وقعت على جزيرة صغيرة. أين تقع الجزيرة؟ تقع في منتصف البحر. البحر يرمز للسلطان أو يرمز للحاكم، فكل ما رؤي على الجزيرة في مثل هذه الرؤيا، يعني ليس دائما ولكن في مثل هذه الرؤى، كل ما يرى على الجزيرة يرمز لمن يقف في وجه السلطان أو في وجه الطغيان. فما الذي كان يوجد على الجزيرة؟ يوجد 3 نخلات. 3 نخلات هم 3 رجال قادة يحمي الله عز وجل بهم الدين والسنة النبوية. الدليل القوي القاطع من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن النخلة ترمز للرجل المسلم أو للرجل المؤمن، ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، وإنها مثل الرجل المسلم. فوقع الناس في شجر البوادي، وقع في نفس الصحابة أحدهم أو بعضهم النخلة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي النخلة. وليس شرط أن يكون القادة ال3 من مكان واحد أو من بلد واحدة، وإنما من بلدان مختلفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما يرى في رؤيا فالغالب أن التعبير يخص عامة الأمة، لأن النبي بعث إلى الناس كافة. في محيط النخلات ال3 في الأسفل بساط من العشب الأخضر، يعني رجال من القادة المخلصين يجعل الله على أيديهم عودة للحياة الكريمة. النبي يستظل بظلهن. هنا الكلام يعكس قليلا، معناه أن هؤلاء الرجال هم حماة الدين، حماة السنة، هم يستظلون بالدين على منهاج النبي صلى الله عليه وسلم، على المنهاج الصحيح القويم، وفي نفس الوقت هم حماة للدين بأمر الله. مشهد مشي الرأي تجاه النبي، ثم مشى النبي تجاهه، ثم وقف كتفه عند كتف النبي. كل هذا يعود تعبيره على الرأي خاص بالرأي، وهو من توفيق الله عز وجل له في أمر ينفع عامة المسلمين. لما اتجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى طرف الجزيرة وجد القارب. القارب يقال عنه قارب النجاة، والوجهة هي بيت المقدس، القائد هو النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا معناه بداية عهد جديد فيه النصر والنجاة. اسم الرائي له معنى ودليل قوي جدا جدا يدل على معنى الخلافة الإسلامية، يعني بشارة بالنصر وقيام الخلافة الإسلامية في بيت المقدس بإذن الله. ولكن ما زال هناك بعض الوقت. لماذا؟ لأن الرؤيا انتهت وهم لم يركبوا القارب بعد ولم يسيروا به. فمثلا لو انتهت الرؤيا وقد ركبوا القارب ومشوا به في البحر، فمعناه أن هناك مسافة قطعت ووقت قد انقضى وبقي وقت قليل، ولكن ما زال بعض الوقت. ما علينا هو الصبر مع اليقين. الله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.